السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا فيديو جديد وردة فعل جديدة. النهارده معانا ردة فعل على نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات. الجيش الملكي هيلعب نهائي النهارده دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وللأسف بعد هزيمة المنتخب المغربي في تصفيات أو في نهائيات كأس العالم على يد البرازيل. طبعا يا جماعة الواحد كان مستنظر الماتش ده، والحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، وهزيمة. على فكرة احنا انظلمنا في الماتش ده. هو الحكم الحكم بصراحة احنا لنا ضربتين جزاء. لنا ضربتين جزاء اللي هم في اول الماتش، الواد دخل ضربة جزاء في أول الماتش وضربة جزاء بعدها بدقيقتين برضه المدرب ما رضيش يستعمل فيها الكارت. أنا كان نفسي المدرب ساعتها يستعمل الكارت، بس المدرب تحس اللي هو قالك في احتمالية كبيرة إن في ضربة جزاء تانية تيجي ومش عارف. هو لعب على احتماليات، بس كان في ضربة جزاء للمنتخب المغربي، والمدرب ما رضيش يسترجع الحكم من الفار، وده شيء أنا ما كنتش فاهمه صراحة في الماتش. بس هارد لك على المنتخب المغربي، وطبعا الكرة مكسب وخسارة، والحمد لله الحمد لله. وشرف لنا ان احنا نلعب على ربع النهائي ونتغلب من البرازيل. على فكرة كان الماتش ماتش المغرب والبرازيل يا بابا، كنت حاسس ان 50-50 خالص. البرازيل ما كانتش برضو من المنتخب القوي جدا. هو جون في اخر لحظة كده، حتى جون اصلا اللاعب بتاعنا بيطفشها رجعت لورا، فهوب هوب دخل الجون. بس الحمد لله يعني المنتخب المغربي طبعا قوي، وكلنا عارفين المنتخب المغربي في كل اجياله وكل فئاته السنيه منتخب قوي جدا جدا جدا، وبينافس على كل البطولات. وزي ما عودنا دايما بطوله جلد، ان شاء الله البطوله الجايه مش هيتجلي، وان شاء الله قدامنا سنين كتير وكاس عالم كتير، افريقيا جاي وكاس عالم الكبير جاي، وكل حاجه حلوه ان شاء الله للمغرب. بس النهارده معانا مباراه للسيدات في نهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله دومت ما يخيبوش ظننا وما يزعلوناش ان شاء الله يعني يا بابا، ويكسبوا النهارده. فرقه المغرب للسيدات الجيش الملكي فرقه قويه على فكره. ما هو بدل وصلت نهائي وصلت نهائي لا كنت بتفرج عليهم على فكره، انا كنت بتفرج عليهم على ماتشاتهم وبتاع حاجات وفكره على ملخصات بقى. بس الحمد لله يعني ان شاء الله هنكسب النهارده باذن واحد احد. الواحد زعلان على المغرب والله يا بابا، كان نفسي. بص ما تفكرنيش لان انا تعبت على فكره بسبب الماتش ده. انا كان نفسي المغرب بس يوصل ضربات جزاء والله يا بابا. اخر ثانيه في الماتش يلا اخر ثانيه في الماتش. هي الكوره يا جماعه مكسب وخساره، وزي ما فعل حلو زي ما فعل وحش، وان شاء الله. بس انا فرحان ان المغرب بالمستوى ده ونوصل ربع نهائي ونوصل نص نهائي وناخد كاس عالم. لا وخدنا كاس عالم وان شاء الله هناخد بطوله افريقيا. انا مصر بس بحب المغرب سوا مصر. بحب الكره الحلوه عامه، بحب المنتخب اللي بيلعب كوره ما فيش فيه وسايط، ما فيش فيه لعب من تحت لتحت، لا كله اللاعب الكويس بنقول عليه كويس، اللاعب الوحش بنقول عليه وحش، اللاعب مش قد كده بنقول عليه كده، فاهمني؟ فالحمد لله يعني المغرب ربنا بس يوفقه وان شاء الله. طبعا اخواتنا الصغيرين اللي كانوا بيلعبوا امبارح وخسروا، ده مش اخر حاجه في الدنيا، وان شاء الله قدامكم مستقبل كبير، وان شاء الله السنين الجايه وتكونوا احسن واحسن. هي دي يعني دي مرحله في حياتك، وان شاء الله ربنا يكرمك بعد كده. دلوقتي اولادنا البنات هتعمل هنشوف دلوقتي الجيش الملكي المغربي هيعمل ايه النهارده، وان شاء الله يكسب باذن الله يعني باذن الله. انا شايف المغرب بتلعب حلوه قوي. انا شايف اصلا المنتخب الحريمي استلمي حطي يلا يا بنت شوت يا بنتي. لا ايه بلانتي 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 حلوه. لا حلوه، لا بسم الله ما شاء الله. انا شايف بنات الجيش الملكي يا بابا كويسه جدا صراحه، وفيها ميزه حلوه جدا اللي مش زي البنات الثانيه يا ابني. ده دول حريفه. لا مش زي فرق البنات الثانيه. في فرق يا بابا كده تحس ان البنات بتلعب عشوائيه، دي فيها منظمه، دي لا دي منظمه شويه، ومدرب 10 على 10 وانتشارهم في الملعب حلو. ولا واحنا لسه في اول 11 دقيقه خلي بالك، انت لسه ما شفتش الماتش كله. انا شايف في يعني ايه فرقه منظمه شويه صح. وانتشارهم حلو وتكتيكهم حلو ان شاء الله. بس ضربه الجزاء تيجي بس يا رب يا رب ان شاء الله. بس يا بابا ربنا يكرمها وتحطها ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا بنت الذين. حلوه 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 والله. ايه حطها ايه معلم. الله 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 حطها حطت معلم والله. تسلم رجلك الحارس معاها، الحارسه معاها ما عرفتش
تجيبها، خلي بالك دي ارتفاعها حلو. لا حطيتها حلوه قوي صراحه، الارتفاع بتاع الكرة حلو جدا. ودي زي ما انا بقول لك اللي ده فريق منظم. ده فريق منظم، مش فيه عشوائيه، مش اي حد يشوط وخلاص. حتى الشوطه شوطه منظمه، شوطه راحه في زاويه وحطها بسم الله ما شاء الله. فدي معناها كده ايه؟ اللي دي مدربه على ضربات الجزاء. ده لعيبه، ده انت شايف البتاع ده. ودي حاجه احنا مش متعودين عليها صراحه على الفريق النسائي عامه يعني. بس هو انا شايف الماتش يعني الفريق حلو قوي صراحه. المغرب حلوه جدا. الجيش الملكي مش المغرب، هي مغربيه عامه. ما هي مغرب يعني ايوه انت بتقعد تقول المغرب. يا نهار ابيض يا بابا، حط جول. انت قاعد تقول لي المغرب حلو، المغرب حلو، انت داخل فيهم جون يا بابا. يا نهار ابيض يا جدعان على الحطه. البنت عامله ازاي اصلا؟ انت شفتها يا بابا؟ شايف الرأسية رايحه فين؟ بس انا حاسس ان الكوره كانت ضعيفه، الحارس تجيبها صح؟ جدا. الكوره كانت ضعيفه صح؟ بس هي محطوطه في زاويه. لا حطها في زاويه مصطفى صعبه على الحارس. صح؟ صعبه. بس انا شايفها ضعيفه. لو خدت زاويتين يا كانت تجيبها. ما هو ضعيفه، بس اللعبه من بص جايه على بعد، جايه في الزاويه البعيده، الحارسه في الجون ما بتعرفش تجيبها. انت مثالك ان هي قريبه لايديها، اما هي صعبه. هي صعبه. صعبه كده يا جماعه 1-1 الجيش الملكي تعادل في الدقيقه 50. بس انا عندي احساس ان الجيش الملكي منظم عن بتاع، ولا شايف هجمات اصلا الجيش الملكي اكتر من هجمات الفريق الثاني. وبعدين ده نهائي يا مصطفى برضه، وبعدين ده الفرقتين يعني اللي هم بيلعبوا على النهائي ديت احسن فرقتين في البطوله. بالظبط. بس انا يعني ربنا بس انا شايف ان المغرب احسن، الجيش الملكي احسن. هيعمل يعني حاجه هنا يكسب. حتى شايف انتشارهم عامل ازاي. كان حاجه و80 يا بابا. ان شاء الله بس المغرب يخطف جون دلوقتي. انا بخاف من الدقائق الاخيره دي يا بابا قوي والله. انت بخاف منها يعني. انا شايف الماتش المغرب اللي فات ده والدقائق الاخيره مش عارف انا ليه. شايف المغرب ضغط في اخر دقائق ديت، ضغط حلوه دي. ده بلانتي ده ضربه جزاء. اوف بلانتي للجيش الملكي في الدقائق الاخيره في حاجه و80. يا نهار ابيض في ال 84. يا نهار ابيض يا جماعه. انا قلت لك انا بخاف مش عارف ليه، بس والله الحمد لله بس جت لينا. ازاي ديت يعني؟ ازاي يا بلانتي يا بابا. البلانتي يبان عليها بلانتي اصلا. انا ما كنتش واخد بالي، انا كنت ببص على حاجه ثانيه، جيت في الحكم بحسب بلانتي اصلا والله. يعني ان شاء الله بس ربنا يكرمها وتحطها. مين اللي هتشوطها؟ تقريبا هي نفس البنت اللي حطتها من شويه دي. ان شاء الله بس تحطها بس ان شاء الله. يا رب. ركز بس وهي بتشوطها كده. يعني الواحد بس خايف بس لا تضيعها. هم عندهم ثقه. هي عندها ثقه. هي حطتها صراحه، الحطه الاولى كانت جميله. هي عندها ثقه. ان شاء الله بس ربنا يكرمها يا بابا، وايه الكره ما تجلش من على رجليها او حاجه زي كده. ان شاء الله يا رب. بس يا رب يا رب يا رب يا رب. يا بنت اللعيبه على الحطه. يا بنت اللعيبه على الحطه. ايه العسل ده؟ لا يا بابا، لا بصراحه هو عندهم هدوء. ده شوف دخلتها عامله ازاي وبراحتها وعندها ثقه وعندها يا لهوي ايمان بالله وثقه وحلاوه وركنه. لا بسم الله ما شاء الله. الله عليهم والله. تسلم ايدك يا بنت والله. بسم الله ما شاء الله عليهم. الف مبروك لهم. يا ان شاء الله بس تكمل بس على خير يا بابا، والماتش يخلص على خير يا رب ان شاء الله. يعني كده يا جماعه 2-1 يا جماعه. الجيش الملكي صراحه فريق منظم جدا جدا جدا، ومدرب 10/10، وفريق عارف يطلع معاه فرقه حلو، بيطلع بالكره صح وبيلعب بالكره صح، ومنتشرين حلو وتكتيك حلو وباكات حلو. ان شاء الله بس ربنا يكرمهم بقى والماتش يخلص على كده وخلاص في اخر ثواني اهو. اخر ثواني اخر دقايق ان شاء الله بس ربنا يكرمهم يا رب. هي فرق المغرب كلها حلوه جدا على فكره، وانا مبسوط منهم. حتى لما تيجي تبص في الجوائز اللي هم خدوها، انا ما رضيتش اعمل حلقه عليها لان يا ريت الدنيا كلها عماله تتكلم عليها على اكتساح المغرب في الجوائز. واخد بالك؟ بص يا جماعه، حاجه المغرب في الجوائز الافريقيه دي حاجه متوقعه جدا. انا متوقع يا جماعه المغرب مين اللي هياخد افضل لاعب، مين اللي هياخد افضل مدرب، مين اللي هياخد افضل منتخب. حد كلنا عارف مين اللي هياخدها.
عارف اللي حزنني ايه وما رضيتش ازيق وكنت زعلان جدا؟ دخلت اشرف حكيمي على كرسي عجل كهرباء. والله يا جماعه دي برضه حزنت والله، ما رضيت ازعل عشانها، لان ساعتها رحت جاي غافل تمام، لان ما بحبش لعيب يخش على كرسي متحرك. كرسي ده لعيب كوره واحسن واخد احسن لعيب في افريقيا، واحترام وتقدير يا بابا، وقسما بالله من افضل الباكات اللي انا شفتها في حياتي كلها اشرف حكيمي حاليا. هو يعني اقول لك مثلا لو هتحط لي افضل 5 باكات في العالم كلها شفتها، منهم اشرف حكيمي. هو اشرف منهم افضل، لا مش هقول لك هو اشرف احسن واحد، بس من ضمنهم اشرف لو حكيمي. مش احسن واحد في افريقيا ما كانش خد. لا مش بتكلم عن افريقيا، بتكلم عن العالم كله، فاهمني؟ عامة احسن باك في العالم على فكره. عامة هو الماتش خلص يا جماعه، والف الف 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 مبروك للجيش الملكي، وان شاء الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله يا رب من المزيد على طول بالنجاح، وتفرحونا يا رب، يفرحونا او مش اول ولا اخر بطوله ياخدوها، ان شاء الله ياخدوا بطولات كتير، ويعني الحمد لله. طبعا الواحد زعلان على معلش خد بالك، اقول لك بس على حاجه يا مصطفى، مش كل حاجه فوز. عايز بس اقول لك على حاجه، تعرف الماتش ده بيتلعب في مصر؟ ما هو هنا في بتاع في ملعب قناه السويس. ما هو بتاع مسار هو اللي منظم البطوله، وفرقه مسار دي اللي تعتبر احسن فرقه في مصر، واخد بالك؟ طلع يا جماعه والله احنا فرحانين جدا، احنا استضفنا البطوله دي، والحمد لله يعني الحمد لله الماتش خلص، ومنتخب اول متعادل على منتخب المغرب. مبروك مبروك يا بنات، وربنا يجعلكم كده تفرحونا دايما، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. لعل لعيبه قويه مصر ان شاء الله. بس الواحد زعلان على منتخب المغرب يا جماعه، اعذرونا والله، الواحد مش في الفورمه، بس الواحد زعلان على منتخب المغرب يعني. الحمد لله انا واخد في ربع نهائي، الحمد لله يا جماعه، الحمد لله. بص انا زعلان، انا زعلان داخلي، بس انت لما تلعب قدام البرازيل وفي اخر ثانيه يحطوا ده قدام البرازيل، البرازيل دي اللي كانت مكتسحه العالم كله، تمام؟ انا في الشباب 20 واخد كاس العالم، مطلع البرازيل، طلع البرازيل واسبانيا وامريكا واخد بالك؟ ايوه. فهم يعني زي هم لما غلبوا وحطوا فينا الجول، فرح هستيريا لدرجه ان هم مش مصدقين اللي هم بيلعبوا النهائي، بيلعبوا النهائي مش بيلعبوا. ليه؟ لانهم بياخدوا طارهم. ايوه بياخدوا الطار بتاعهم. بس يا جماعه ده كان نهايه الفيديو. الف الف مبروك لاخواتنا في المغرب، والف الف مبروك لمشجعين الجيش الملكي للسيدات، والف مبروك لمنتخب المغرب عامه على الفريق ده وعلى البطوله تضاف لرصيد المغرب كلها يا جماعه، مش على الفريق بس، انا بتكلم على مستوى المغرب كله. الحمد وان شاء الله من نجاح لنجاح. بس يا جماعه ده لو وصلت لحد دلوقتي انزل اعمل لايك، وانزل اعمل سبسكرايب، وصلوا على الناس في الكومنتات. يلا يا رجاله، سلام.